والسلامة في أحبائنا والسلامة في أصدقائنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تفعلنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك ما سألك به أنبياؤك فأجبت دعوتهم، وما سألك به أولياؤك فأجبت دعوتهم، وما سألك به عبادك الصالحون فأجب دعوهم. اللهم إنا نسألك بحرمة بيت الله الحرام وبحرمة بيت المقدس، ونسألك بأسمائك الحسنى وبعبادك الصالحين وبأهل الملتين وأهل الملل قبلهما أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تفعلنا ما أتى من أهل التقوى والمغفرة. أسألك أن ترفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين وترفعه عن أهل السنغال وتعافي أهل طوبى. وأسألك للشيخ المنتقى طول العمر في الصحة والعافية وأسألك للمريدين، وأسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاح الحال وصلاح المآل والغنى والتيسير والتسخير والتعمير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك أن تفعلنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم إنا نسألك أن تجيب دعوتنا وأن تجيرنا من سائر ما نخاف في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكشه في الله وفي مخلوقاتك، ونعوذ بك من فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة وفضيحة البرزخ وفضيحة النشر والنشر. اللهم إنا نسألك بما سألك به أنبياءك فأجبت أن ترحمنا وتتوب علينا وتغنينا وتصحى أبداننا وتنشر النصر والعز والظفر والتمكين والمعافاة في نفوس والذراري. اللهم إنا نسألك لإخواننا وأحبائنا الشفاء من سائر الظاهرة والباطنة. اللهم ارفع هذه الأوبئة وهذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تمنعنا باسمك المانع وتمنعه منا باسمك المانع. اللهم من أصابه فاشفه ومن لم يصبه فعافه منه، إنك على ذلك قدير. اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما ناتي وخير ما ندع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا أكتب الله. اللهم اجمعنا مع سائر إخواننا مسافرهم وحاضرهم، اجمعنا